يمكن كلنا شاهدنا المباراة اللي كانت ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد امبارح في كأس العالم للأندية، واللي قدر من خلالها النادي الأهلي إنه يفوز بنتيجة 3-1 على نادي الاتحاد السعودي. دي مش النقطة في المباراة، أنا جاي أكلمك عن نقطة ضربة الجزاء اللي كانت لنادي الاتحاد السعودي، يتحصل عليها نادي الاتحاد بعد خطأ من اللاعب محمد عبد المنعم، واللي لمست الكورة إيده. هنتكلم ان دي ضربة جزاء او لا، لكن انا جايلك في نقطة مهمة جدا، هي لحظة تنفيذ ضربة الجزاء واللي نفذها اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. النقطة اللي ما كله ما خدش باله منها في المباراة ان هي اثناء تنفيذ ضربة الجزاء كان اللاعب علي معلول بيشاور لمحمد الشناوي على الزاوية اللي هينفذ فيها كريم بنزيما ضربة الجزاء، بالرغم ان ممكن يكون محمد الشناوي اصلا متوقع ضربة الجزاء تشاط فين من الاول. تفصيلة صغيرة إن لعيبة النادي الأهلي كانت نازلة عاملة حسابها لو وصلت لضربات الجزاء إيه اللي ممكن يحصل، ودي كانت لقطة يمكن كتير قوي ما خدش باله منها أثناء المباراة. للنادي الأهلي وهارد لك لجماهير الاتحاد السعودي.